السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالوا بقى ان شاء الله نعمل كيكة البرتقال بطريقة سهلة وبسيطة وهتعجبكم قوي. تابعوني بس، ان شاء الله بإذن الله هتعجبكم. معايا كيلو من البرتقال. نسمي الله ونصلي على رسول الله. انا مسكت قشرت البرتقال وقطعته بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. تعالوا نجيب بقى الخلاط عشان نضرب البرتقال معانا كده. لازم تعصريه كويس. ومعايا تنك من البرتقال، احط نص معلقه. دي اختياري، عايزه تحطيها مش عايزه تحطيها عادي. احط بقى شويه ميه كده عشان الخلاط يلف معايا. وانزل بقى كده اصفي البرتقال، لازم اصفيه كويس. بعد ما صفيت بقى كده هجيب بقى الخلاط عشان نعمل الكيكه بتاعتنا. معايا كوبايه من عصير البرتقال وبيضتين. احنا هنعملها ببيضتين بس، هتطلع الكيكه جميله جدا ان شاء الله. معايا كوبايه من السكر، هنزل كده بالسكر. وهنزل بقى بكوبايه الا ربع من السمنه. عايزه تحطي زيت حطي، عايزه تحطي سمنه وزيت ماشي. واحط بقى الفانيليا واضربهم بقى في الخلاط اهم زي ما انتوا شايفين كده. احطهم في بقى في الطبق. واجيب بقى كوبايتين من الدقيق وانخلهم كويس. لازم تنخلي طبعا الدقيق كويس قوي عشان اي كتولات تطلع طبعا الهواء منه، اي حاجه فيها لازم طبعا تنخليه كويس. احط بقى الكيك شيف. انا بحط الكيك شيف في الكيكه عشان بتخلي الكيكه هشه وطريه. بعد ما خلصت بقى كده وقلبت الدقيق بحط ربع كوبايه من الميه الدافيه، بتخليها جميله جدا الكيكه. انا السر بقى في الكيكه، انا اي كيكه بعملها بحط ربع كوبايه الميه الدافيه دي في الاخر خالص، علشان هي اللي بتخلي الكيكه طريه وهشه وبتبقى صراحه تحفه. جربيها بس كده هتلاقيها فعلا هي وصفة جميلة جدا ان انت تحطي ربع كوباية المية الدافية، دافية مش سخنة. هجيب بقى الصينية كده وادينا، لازم ندينها كويس. وانزل بقى بالعجينة الكيكة معايا. تعالى بقى ندخل